حضرتك بحوار سابق معنا قلت غزة بتحرق نفسها ولا تستسلم. شو اللي صار اليوم بغزة؟ هل انتصرت؟ هل استسلمت أم أحرقت نفسها؟ شوفي لعلك نجاوب كمان بشكل موضوعي. موضوعي وكتير واقعي. غزة قدمت نموذج عجائبي. نحن بزمن لا عجائب إلا غزة. وقدمت نموذج أسطوري. أنا أزعم بأنه ما في تجربة بتاريخ البشرية بما يسمى بالمقاومات وكفاح الشعوب مش مطلع لها، ومع هيدا رجعت اطلعت عليه. بس بدي اشوف في نموذج يوازي غزة، ما في نموذج يوازي بالتاريخ. لذلك أول شيء رح تعمله غزة بصمت مستقبل البشرية ببصمتها من هون ل1000 سنة. كل ما صار اضطهاد وكل صار مقاومة بده ينجاب سيرة غزة. هاي نقطة أولى. اثنين، أصلا غزة عملت شيء عجائبي بطوفان الأقصى. لهيك لليوم بعد في كتير ناس ما عم بيستوعبوها، بعد في كتير ناس بيطلعوا عندك ومحسوبين على محور المقاومة بيقولوا لك لقد أخطأ يحيى السنوار ومحمد السنوار وبلفتهم قطر وعزم بشارة وقاموا بعمل. بخي طب هذا الحكي منين جايبه؟ بفهم انك ما فهمت انه غزة فيها تعمل هذا الشيء لانه هي خارج النص، خارج السياق، شيء مش منطقي، مش منطقي بحجم معرفتنا، لكن هي منطقي برميات الله المحكمات، ومنطقي بغزة اذا عرفتي تاريخها. ما هيك؟ طوفان الاقصى عجائبية بكل ما تعنيها الكلمة. بفهم ما بيستوعبوها لانه راكب معشش بدماغنا اسرائيل وقوتها والسيطرة الالكترونية والسيطرة السيبرانية والحرب السرية والذكاء الصناعي، كلهم ومع العالم الانجلو ساكسوني. بس تقول العالم الانجلو ساكسوني في جانب في انا وياك والنظام الرسمي العربي والشعوب النايمة، عرفتي كيف؟ النظام الاسلامي الرسمي والعالم كله، وهو يحمي ويقاتل مع اسرائيل ويتجسس على غزة. ما بيستوعبوا العقل التقليدي بأنه غزة بيطلع منها أنها تسقط كل هؤلاء بضربة واحدة. وبشو؟ بوسائل تقليدية. مش هيك؟ موتسيك طيارة وموتسيك عرفت كيف وعبور، وكانوا ناطرينها من تحت الأرض وعملوا الإسرائيلية خط دفاع إلكتروني تحت الأرض، أما وجوها من فوق الأرض وجوها من الأرض دغري. هي فعل عجائبي، فعل أسطوري، بس عملتها غزة. طب انا بس بدي اسال انه انا ليش بعرف انه كانت بدها تعملها؟ مش هي العمليه، كنت بعرف رح يصير حدث، وكنت من 2021 وهي كل القنوات وكل الكتابات اللي فيها. اذا هي بتصير، اذا هي رح تصير. هذا الفعل العجائبي ما استوعبوه الناس. من هناك بلشنا نقول لك، واول ما صارت الحرب اول يومين قلنا جوله وجوله قتال ويوم والى اخره. طلع نتنياهو قال حرب وجوديه، هو قال انت وان هزمنا بها فلا مكان لها. رجعنا عدلنا التحليل وقلنا لكم هذه آخر الحروب، هذه حرب تحرير فلسطين، متذكرة؟ أكيد. وقد هزمت إسرائيل وقد لا ينتصر محور المقاومة. اجوا الوقائع بهالطريقة ولا هزمت إسرائيل، محور المقاومة لم ينتصر. معلش ولو بين قوسين يعني ناخذها. كنا عم نحكي تحت الهواء انه تحتها عملي ملف اسمه هذه الحرب كيف جرت، كيف أديرت، لماذا كانت هذه النتائج، لحتى نحط إصبعنا على مثل ما بنقول على الجروح، على الوقائع بصورة مباشرة. ليش بدنا نهوبر؟ ليش بدنا نضل نعنتر وإلى آخره؟ العاقل بيجي بصير معه مشكلة له كل فارس له كبوة. ما بنقول انها كبوة فارس او كبوة فرس. ما انتهى السباق، ما خلصت الحرب. الحرب مفتوحة، الحرب مكملة. هي حرب بتغير العالم، مش بتغير بس المنطقة، وهي جارية بهذا الاتجاه. نرجع عرفت كيف للموضوع. طيب اذا هي عملت شيء ابداعي. هذا الشيء الابداعي له مقدمات. ما هي مقدماته؟ انا صمدت 20 سنة. أنها من 2016 وبعض غزة الإخوانية متورط بالحرب السورية وانقلب على غزاويته وعلى فلسطينيته وعلى إيمانه، واشتغل عند الأمريكان والإسرائيلية بهذا الجانب. إلا غزة متذكرين بال 2016 كانت تطلع تظاهرات الأطفال والنساء بعشرات الآلاف كل يوم جمعة على الشريط الشائك تحت عنوان حق العودة وسنعود. طب هذيك الطفل اللي بال 2016 كان عمره 15 سنة وانجرح أو أصيب وكنا نشوفهم، ما بال 2023 صار بيحمل بارودة وبيقوس وتدرب وقعد. منطق اللي كان بهيك ظروف فيها. إذن أولا عملت عجائبية. ثاني عجائبية طبعا انه غزة المحاصرة بمواجهة العالم الانجلو ساكسوني، مش اسرائيل طلعت كزيطة مثل ما قلنا لك. كذبة، هو امريكا رح تطلع كذبة لولا الوجود
العسكري المباشر مش بالتسليح والتذخير. تذكرتوا بايدن وقت اللي اجى قال انا صهيوني وانا اقاتل مع اسرائيل، تذكرتوا انه ارسلت قوات دلتا فورس والمارينز، بتتذكروا انه ارسلت الاساطيل، تذكروا انه كل قاده العالم وقاده الجيوش جاءوا لعند نتنياهو من الايام الاولى وقاتلوا. فوقت اللي بنحكي غزه عملت هالابداع مش بمواجهه اسرائيل، ليش عم نركز على لنفرجي العرب والمسلمين شعوبا وطلائع ونخب ومفكرين ونظم انه شفتوا غزه شو بتعمل، كل اسلحتكم وكل عددكم وكل ايمانكم وعقيدتكم بتروحوا بتستسلموا بالدقبة، عرفتي كيف، وبتنبطحوا تما نقول كلام شيء تاني قدام ترامب، تعطوه 5 تريليون، بتتركوا لبنان، بتتركوا غزة، بتتركوا شعوبكم والى اخره. فجرت الحرب، بيقولوا لك فوجئنا. بالمناسبة ذاك اليوم كيهان يعني جريدة ناطقة باسم المؤسسة الحاكمة في إيران كتب فيها افتتاحية أنه مغامرة وحمقاء وأدت إلى كل هالخيمين. قال لكم أنه الله والتاريخ بينتظركم لحتى تكملوا أنتم استعداداتكم وعملكم ووقتكم، وقت اللي يكون في روايات ومؤشرات ظهور المهدي بتروحوا أنتم وياه لحتى تحرروا القدس. ومين قال أنه التاريخ بيمشي بهذا الطريق؟ إن شاء الله يظهر بكرة، إن شاء الله يرجع المسيح. عرفتي كيف الأصلي، عرفتي كيف قبل بيومين أو هني جايين مع بعضهم. التاريخ والأزمنة والصراع وتوازنات القوى وحاجات البشرية للتطور إلى أحكامها اللي بنسميها رميات الله المحكمات تجي من عنده، ما حدا بفكر فيها. طب قاموا بهاي العملية، ومش صحيح إنه كانت حساباتهم غلط. أنا وياكي كانت حساباتنا إنه الرضوان بدها تدخل على الجليل والسراب بيكون عرفتي كيف بحيفا وبيافا، صح؟ صح. ولمن 4 سنوات قادة محور المقاومة يحدثوننا عن الزمن والحرب وأن وقعت وستتحول إلى تحرير والقدس أقرب. تذكروا كل الحكي طبعا اللي كنا فيه. طب السنوارين والضيف الله يرحمهم هؤلاء قادة عباقرة، عباقرة من عباقرة الأزمنة والتاريخ، مثل السيدان الله يرحمهم، مثل قادة الرضوان، مثل كل القادة الذين استشهدوا في هذه الحرب. شاف الظروف، عرف، قدر يخترق، تفوق بذكائه وبوسائله البدائية على الذكاء الصناعي. وانا عم بشدد عليها مشان هول اللي بنقول لهم ليش عم تفرطوا بهالشباب كل يوم في كادر وقائد والى اخره. بيقول لك لقد سيطروا بالذكاء الصناعي والمسيرات. انت عندهم ذكاء صناعي عليك انت، وما لهم، ما عندهم على غزة وما عندهم على اليمن، عندهم مسيرات وفي تجسس امريكي وبريطاني والماني وما بعرف شو عليك، بس عليك وعلى ايران وعلى سوريا، ما عندهم على غزه وعلى اليمن. طلعوا لنا من الكذبه، روحوا ناقشوا وين المشكله صارت، في مشكله حقيقيه وفعليه اذا ما عالجتيها ما رح تقدر تعالجي فيها. ففرضت الحرب على غزه، اخذت قرار غزه ان تقاتل، وقاتلت بإبداعية واستثنائية وغير مسبوقة بتاريخ البشرية. وأنا مسؤول عن كلام، واللي بيعرف بتاريخ الشعوب والحروب يجي لحتى أتناظر أنا وياه بطريقة غير مسبوقة، غير مسبوقة بكل ما تعني الكلمة. هذا يعني إبداع هذا الشعب، هذا يعني إبداع الشعوب. ما سابقا كان في إبداع اسمه فيتنام، وكان في إبداع اسمه الجزائر، وكان في إبداع اسمه الصين، وكان في إبداعات اسمها كوبا وجيفارا. طب كل حقبة، لكن هذا إبداع. 2، عرضت لحصار قاتل وخانق، مش إلى حد التجويع. شهادات العالم بأنه جرى التجويع وتوفي واستشهد أطفال وشيوخ ونساء بسبب بفعل الجوع. وبذلت جهود، و50 مخطط انطرحوا وتناقشوا عندك لترحيل غزة وقبلة غزة، ومثل بيروت بالاجتياح والسنسول البحري، وبيروحوا على كندا، وانعرضت أموال هائلة جدا. توحدت إرادة غزة الصلبة العقيدية الإيمانية، فعلا شيء أسطوري، وقالت نموت جوعا ونستشهد في خيامنا ولن نقبل الرحيل. هذا اللي قلنا قررت أن تموت. مين عملها بزمانه؟ سور ايه، وحيفا ويافا وغزة بمواجهة الغزاة البحرية. كانت تقاتل تصمد سنوات، تصمد أشهر حتى تفرض شروطها مثل ما عملت هلا. إذا هذا ليس جديد. نعم هناك شيء مبهر. نحن في القرن 21، احنا بال2025 غزة أسقطت كل القيم والمنظومات والأخلاق والمنظمات والأفكار والمثقفين وكل شيء عشنا. وقالت عندما يقرر الشعب أن ينتصر لحقه القومي ولقضيته سينتصر.
هلا نجي نقول انتصرت ولا ما انتصرت، هلا بيطلع لك لكنها دمرت 95% منها، ما لك يا اخي 20% من اهل غزه اما شهداء او جرح او مفقودين، 20%. ودمرت غزه عن بكره ابيها. بس وقت اللي كنا نقول لكم ما تستعجلوا باعلان المنتصر والمهزوم، الحروب في نهايتها ليس في كلفتها وليس بمسارحها وليس بشدتها ولا بعدد شهدائها ولا عملوا الكلفة بالعمرة. الحرب في النهاية، وقت اللي بتوقف الحرب بيجوا الناس بيقولوا هذا شو أهداف وهذا شو أهداف، كفتي ميزان. بس هل فعلا وقفت الحرب؟ نسبة حرب غزة، الحرب متفقين على هذه مسار من حرب عالمية عظمى جارية ستلتهب في مسارح ولن تقف، وهناك عالم أنجلو ساكسوني ما زال. لا عم نحكي عن غزة تحديدا. حرب غزة وقفت، هلا بنقول خلينا كمان نقول ارجع فيها. تتذكري وقلنا وقت اللي عم نقول اسرائيل هزمت وقد لا ينتصر محور المقاومة، مش جايبينه من بيت بيننا ولا من فراغ. هذه قواعد حروب، اللي بيفهم بالحرب، اللي درس تاريخ الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، المتحاربين هزما وانتصرت جهات من خارج نص الحرب. الثورة البلشفية وصعود أمريكا بالحرب الأولى ما كان في ثورة بلشفية. بالحرب الثانية طلعت دول المحور ودول التحالف مهزومين، هلا شايفين أوروبا كيف مستعمرة أمريكية، وانتصر الاتحاد السوفيتي وأمريكا. ليش بتستغربوها؟ ما هي وقائع وهي معطيات. طب ما كمان في شيء بعلم الحروب وعلم الجيوش مش جديد، من أيام كلاوزفيتس 400 قبل الميلاد، يعني بنحكي عن 2500 سنة، وكل الخبراء اسم الله عليهم وإلى آخره. لازم أول شغلة عاملينها بيدرسوها بس يفوتوا بالكشاف لكلاوزفيتس يعني بهذا الجانب بيقول لك نواتج الحروب تقررها موازين القوى، ميزان القوى الكلي، البيئة الاستراتيجية. طيب البيئة الاستراتيجية وميزان القوى يجزم قاطعا بأنه إسرائيل وأمريكا سيهزمون في هذه الحرب قاطعا، يعني ما في نقاش فيها. أما كم الكلفة وكيف لخيل الاتحاد السوفيتي دفع 29 مليون لهزم ألمانيا، دمرت 125 مدينة وحاضرة عن بكرة أبيها، عن بكرة أبيها. ستالينغراد وموسكو دمرت، موسكو غزة كلها على بعضها 360 كيلومتر. عرفت كيف؟ عم تحكي خد على مدن دمرت. ألمانيا عرفت كيف؟ أوروبا بدغري بيهولك ولكن الكلفة عظيمة. لك خي ايه شو بيعملوا؟ شعب مضطهد، شلحوا أرضه، جايين يشلحوا ما بقي من أرضه، جرب الشرشحة والبهدلة ل70 سنة، قرر أنه هو هي يموت يضل بقاتل لموت لبين ما استعيد حق القوم. تلومه تسب عليه لك ما هو عم ينتصر، عم يهزم اسرائيل، ما عندما ستتحقق الهزيمه وليست ببعيده. وانا قايل لك ما بكيت على السيد لانه بدي ابكي عليه بكنيسه القيامه وبالمهد وقريبه كثير، وهنيك رح اقرا الفاتحه واقول له للاسف قلبي واجعني كثير انك مش انت عم بتامنها، لانه هذه من المعطيات والحقائق اللي بشوف عرفت كيف اللي بيدرسها وبيشوفها مؤشراتها قاطعه. ما بدها كثير كتاب. لو ضلوا العرب متخلفين ولو عرفت كيف اشتغلوا عند مين ما بده، في زمن والله بدهم في تاريخ والله بدهم يقرروا مشيئتهم ورميتهم. شو هالحكي فيها. فنرجع على غزة. اذا غزة قررت بعدين، شفت امبارح القصص اللي عم يحكوها مين؟ اللي عم يحكوها اللي انكشفت عن قوات الظل بحماس. مش تتذكروا طلعوا مظاهرات قال ضد حماس بدنا نسلموا سلاح، وقامت الايام وطلعت لك هالفضائيات وخلصت حماس واللي مستعجلين، اما طلعوا عاملين قوات الظل ليهربوا الأسرى. طلع أسير قال كنا نحن راكبين على الكتاف وعم نهتف كل شيء. هذا إبداع، هذه غزة. فإذا حكينا وأنت بدك ما ننتصر وما نهزم، وقفت الحرب ولا ما وقفت؟ هذه الحرب بنسبة 80% وقفت، حرب غزة. لكن الحرب الوجودية لم تقف، فيها مسارح وساحات. وهذا كمان بالمناسبة نحن كنا نبهنا له من الأيام الأولى، أن هذه الحرب طبيعتها حرب كبرى وحرب إقليمية وحرب على تخوم الحرب العالمية، وستجول ساحاتها ومسارحها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وقضاء الله أن يعود الحق القومي لأصحابه، وهذا ما سيكون وما سيجري.